النهارده مطرب شاب. هو طبعا حد فنان جميل وصوته جميل، بس انا مستضيفاه النهارده عشان نتكلم عن موضوعات مهمه. هو بيحب يكتبها وينزل بوستات عن معلومات كبيره جدا جدا عنده على الصفحه. وكان بيلاقي بعض النقد من الناس اللي عنده على الصفحه، وكومنتات سلبيه واحيانا كومنتات استهتار بالكلام اللي بيكتبه. بس في الفتره الاخيره بعد ما كان بيكتب معلومات وبتتحقق، يعني المعلومات دي بعدها مثلا بشهرين او ب3 شهور، الناس ابتدت تزيد عنده والكومنتات بقت ايجابيه اكتر، وكل الناس بقت تساله عن البوستات اللي هو بينزلها دي والمعلومات. انا مسميها معلومات صح وقيمه، واي فنان او فنانه او اي شخص المفروض يبقى عنده الثقافه دي والوعي، ويعرف يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه ده احنا بنمر بايه وايه في حياتنا. انا صديقته من زمان، لكن انا بقالي سنتين حاطه البروفايل بتاعه من ضمن الفيرست فريندز عندي، يعني بحيث لما بينزل اي بوست لازم يظهر عندي على التايم لاين، اول ما بينزل بوست لازم يظهر عندي على الهوم بيج. الاول سيبوني ارحب بالفنان والمطرب وائل فاروق. اهلا بيك يا وائل. اهلا بيك يا استاذ رام، وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده للمره الثانيه في حلقه اعتقد هتكون ساخنه جدا جدا، اه لا انا متاكده. وهتناول فيها مواضيع شائكه يعني. وانا بحييكي طبعا على المقدمه دي، وبحييكي على استعدادك وجرأتك اللي احنا نتناول الموضوعات دي النهارده، لان مش اي حد هيكون عنده الجراءه او الشجاعه ان هو يتكلم في موضوعات زي كده، لان الموضوعات دي انت بتتكلم فيها بيكون اكنك ماشي على الاشواك. بالظبط. تمام. اه. فانا بحييكي وبحيي المنبر بتاعك اللي, اللي انا لقيته سمح لي ان انا اقدر اتكلم النهارده في المواضيع دي. لا هي مواضيع مهمة جدا، وأنا شايفة بجد يا وائل إنها يعني لازم كل الناس يبقى عندها ثقافة أو عندها بعض المعلومات على الأقل في المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. بالظبط. في الأول، أنت مطرب مم. وإعلامي، إيه اللي خليك بقى تخش في حتة إنك تنزل بوستات عن المعلومات الكبيرة دي؟ هقول لحضرتك، هو الموضوع بدأ معايا من 2020. مم. 2020 ده كان بالنسبة لي نقطة التحول بعد ما حصل موضوع الكورونا، وحصل موضوع العقار مم. بتاع الكورونا. اه. ده اللي دفعني ان انا ابتدي ابحث ان في حاجة غريبة وفي حاجة مش مظبوطة. اه. تمام. طبعا الكورونا دي يعني العالم قبلها حاجة ودلوقتي بعدها حاجة، يعني قبل 2020 احنا حاجة وبعد 2020 احنا حاجة تاني خالص. مع الأسف. تمام. فلما بحثت في المواضيع دي لفت نظري حاجة، فيديو كان نزله دكتور ايطالي، مم. والدكتور الايطالي حذر من اعقار الفلكسيل بتاع الكورونا، وقال يا جماعه ده خطر، ده بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا. مم. تمام. بعدها مفيش بيومين ثلاثه اختفى الفيديو ده تماما. مم. مم. تماما. مم. وسمعت ان الدكتور ده تعرض لاغتيال او كده او ما شابه ذلك، لان برضو الدكتور ده اختفى. فده بقى اللي دفعني اللي انا ابتدي ابحث في المواضيع دي، وابتدي ابحث ايه هو مجلس ادارة العالم الخفي، اه. ايه هي الماسونية، ايه هم الناس اللي بيديروا العالم في الخفاء وبيتحكموا دلوقتي في كل حاجة. مم. تمام. يعني دلوقتي بقالي من 2020 لحد احنا دلوقتي 2026، يعني 6 سنين انا ما ورايش حاجة غير اللي انا ببحث ورا الناس دول، أيوه. من أول تاريخهم، تخطيطاتهم، علومهم، فلسفتهم، مبادئهم، بيسعوا لإيه، الكلام ده كله. فده اللي دفعني ان انا اتطرق بقى للمواضيع دي وابتدي اتبحر في العالم بتاعهم واعرف تخطيطاتهم ايه، مم. بيعملوا ايه، وابتدي ان انا احذر الناس، يعني ابتدي احذر الناس. والحمد لله رب العالمين، زي ما قلت في المقدمة بتاعتك ان كانت في ناس بتهاجمني في البدايات، مم. وكانت بتقول ان الكلام اللي انا بقوله هزية او تخريف او ومع الوقت الحمد لله يعني انا اتحدى مفيش كلمة قلتها طلعت غلط بفضل بالظبط. ربنا سبحانه اه وتعالى. اه بالظبط، يعني انا كل اللي قلته حاولت اتحقق. حاولت اتابع كل بوست كحب استطلاع، عايز اعرف اولا الكلام اللي انت بتكتبه ده، وبشوف كومنتات الناس. انا كنت برضو بخش اقرا كومنتات الناس، وبعد ما بيحصل اللي انت قلته انت بتنزل البوست القديم مع البوست الجديد بعد ما حصل. بالظبط. انا ملاحظه ده على البيج بالظبط. بتاعتك. انا عايزه اعرف وائل فاروق بيجيب معلوماته منين؟ بجيب معلوماتي منين؟ انت في يعني بعض الناس ايه يعني تقول لك هو انت بخاوي؟
مم. لدرجه في ناس يعني هو انت ماسوني وانت تبعهم ولا حاجه؟ يا جماعه الموضوع ملوش علاقه بكده. الموضوع اللي انا قعدت من 2020 الى وقتنا هذا، يعني فيما يقرب من 6 سنين، مم. ببحث في مخططات الناس دي وفي العلم بتاعهم وفي العقيده بتاعتهم، وان الناس دي بتمشي تبع عقيده معينه وتبع تخطيطات معينه، اه. وايه اصولهم وايه جذورهم. فانت بتقدر تعمل استقراء او استنباط مم. لما سوف ياتي. تمام. بالظبط. اه، انت بقى بقيت فاهم مثلا من كتر ما انت بتقرا عنهم دماغهم بتفكر في ايه مثلا. بالظبط، اه. اه. واتوقع هيعملوا ايه، اه. واتوقع مثلا في شهور معينه هيعملوا ايه. مم. هنروح بعيد ليه؟ مثلا يعني مثلا كنت لسه بنحكي قبل ما نسجل على موضوع الحرب اللي موجوده دلوقتي، يعني لما كانوا ايوه. بيقولوا ضرب ايران ضرب ايران، مم. انا نزلت بوست قبلها قلت اقسم بالله واقسمت ان لازم هيكون ضرب ايران، لازم يكون خلال شهر رمضان. ايوه فعلا، انا وقد البوست كان، ده كان موجود وقد فعلا. كان. اه. اه. تمام. لا، هو ده الموضوع، انت بتعمل استقراء او استنباط زي ما كنا بناخد زمان في الهندسه، المقدمه والدلائل والبرهان، مم. وتوصل للنتيجه. ايوه. فده اللي انا بعمله. ايوه. يعني مثلا لو قلنا ناس بتحب تتكلم في المواضيع دي وبتجيب معلومات برضو وبتدور في معلومات، كنا برضو في الاول بنستغربها وفي الاخر بيطلع كلامهم صح، زي دكتور محمود صلاح، ايه رأيك فيه يا وائل؟ لا، انا رايي فيه ان هو راجل ممتاز جدا. هم. في عز ما كانت الناس بتهاجمه، انا ايوه. كنت بخش وبدافع عنه. الراجل بيتكلم في كلام صح جدا وكلام بيتحقق، اه. ومش بيتكلم بمجرد كده كلام للشو او كده او بتاع، لا. م. فانا بصراحه انا بتفق معاه تماما وبشد على ايده ان هو يستمر. ايوه. ايوه. بس. انت حابب ان انت تنشر الوعي عند الناس او انهم يعرفوا المعلومات دي. مم. طيب، انت شايف لو مثلا الناس اللي عايشين معانا ما عرفوش معلومات عن الماسونية وعن الكلام الكبير اللي احنا بنتكلم عنه ده، انت شايف ان ده ممكن يخليهم او يأذيهم فيما بعد ان هم ما عندهمش دراية عن المعلومات مليون في دي؟ المية، لأن أولا يعني لو هنتكلم بإيجاز إيه هي الماسونية؟ مم. الماسونية هي جماعة خفية بتعمل في الخفاء أو مجلس إدارة العالم، اه. بيتكون من أكبر العائلات اللي موجودة الأثرياء على مستوى العالم. هم حوالي 3 أو 4 عائلات. عائلة ستور، عائلة آل روتشيرد، مم. ماكفير، مم. العيلة الثالثة عيلة كنز المكرسي. اه. تمام. دول 4 عائلات يعتبروا هم المسيطرين على اقتصاد العالم المالي واقتصاد العالم في النفط واقتصاد العالم في الأسواق المالية والكلام ده كله. مم. تمام. طيب، الغرض اللي بيعلنوا عنه ان الجماعة دي من اجل نشر الحريات ومن اجل الإنسانية مم. ومن اجل مساعدة الآخر، فهي اسباب يعني جميلة جدا جدا جدا. ايوه. ولكن في باطنها او في داخلها ما هو عكس ذلك تماما. مم. ما مم. هو عكس ذلك تماما. ايوه. هو السعي دلوقتي اللي بيتم وبدأ من موضوع الكورونا، تمام، اللي هو تقليل عدد سكان العالم والوصول إلى المليار الذهبي، مليار الزهري. شخص فقط لا اه. غير. مم. وكانت بداية التنفيذ الفعلي من موضوع الكورونا. مم. مم. تمام. لان احنا دلوقتي، وانا كنت عامل وقتها حمله يا جماعه ما حدش ياخد الفلكس ده، التلفاكسيل ده، لان اصل بالمنطق وبالعقل، ازاي انت فيروس يظهر بعدها اقل من شهر يظهر المصل بتاعه؟ اقنعني ازاي، تيجي ازاي؟ انت ايوه. اي مصل بيتعمل او اي دواء بيتعمل لازم بيحتاج مراجعات من وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه، مش اقل، بياخد تجارب مش اقل من 3 سنين او 5 سنين. ايوه فاهمه. مم. فقعدت احذر واقول يا جماعه يا جماعه. وبعدين اللي كمان خلاني اشك ان الالزام اللي انت لازم تاخده انه يربط لك كل حاجه اللي انت لازم تاخده، مم. ان انت تاخده اجبار. مم. مم. ففي ناس فاهمه. كانت تقول لي خده وبتاع، قلت لهم على فور ماي ديد بادي، على جثتي، اه. مش اه. هاخده. اه. طيب، تمام. يعني انت، يعني في الاول انت كنت واثق ان انت المصل ده انا مش هاخده لان. بالظبط. من هنا بقى جه بقى موضوع اللي انا ابتديت ابحث ورا الناس دي مم. كلها. مم. طيب، انت ما خفتش عندك على الصفحة وانت بتكتب المعلومات دي ان مثلا يحصل لك اي مشكلة او حد يخش يقول لك انت بتجيب المعلومات دي منين او كده يعني؟ لا، اصل هيخاف من ايه؟ انا مجرد اولا يعني الدل على خيرك فاعله. امم. فانا لما يكون عندي معلومات وما اعرفش الناس عنها، ممكن اسال عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى. ايوه. ايوه ربنا فاهمة. يسالني طب انت ليه ما وعدتش الناس؟ طب انت كان عندك الحاجات دي. واللي معاه ربنا سبحانه وتعالى ما يخافش من حاجه. ايوه طبعا. انا ايوه. بتكلم في منطق وبتكلم بالبراهين وبالاستدلال وبالاستنباط. تمام. ولما الناس بتقول لي المعلومات يا جماعه اقول لهم اقروا، امم. اقروا ابحثوا، اقروا ابحثوا. والحمد لله رب العالمين. انت يمكن لاحظتي معايا في الفتره الاخيره
المهاجمات ما بقتش زي الاول. ايوه بالعكس. انا على طول زي ما بقول لك بخش بشوف البوست بتاعك واخش على كومنتات الناس. كان في الاول كان في كميه بالظبط مهاجمه جامده، بالظبط بس الايام دي بالذات اولا الفولورز زادوا والكومنتات زادت كمان، وبقت كومنتات ايجابيه اكتر من الكومنتات بالظبط السلبيه اللي كانت في بالظبط الاول، والناس لان عايزه تفهم وتعرف. بالظبط. فاحنا بقى عندنا تقريبا درايه ووعي بالموضوع الكبير اللي انت بتتكلم فيه. واي حد لما كان بيهاجمني اقول له يا سيدي طب ابحث شوف، اه ابحث. هو للاسف وصلوا الناس لمرحله ان انت ايه، مش عايز تشغل دماغك، اه مش عايز تشغل دماغك. وهم قدروا يلعبوا على الموضوع ده. تمام. يعني لسه حتى كنت بكلمك قبل التسجيل على موضوع ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل اللي بقوا بيلعبوا عليها ذاكرة المدى القصير. بالظبط دلوقتي انت لو قدامك مقالة كبيرة مش هتقراها. بالظبط. انا زي ما قلت لك هقرا الجزء الاولاني والجزء الاخير بس. ليه؟ ليه؟ آه. لان هو غذى فيك ان انت تستخدم ذاكرة المدى القصير. برضو عشان الناس تفهم ايه هي ذاكرة المدى القصير. لما كان بيبقى مثلا عسكري المرور موجود في الشارع ويلاقي مثلا قبل بقى الرادارات والحاجات دي بقى، تمام، يلاقي عربية مخالفة، فبيخزنها على طول، يكتب الرقم، يلحق يكتب الرقم. طيب انت لو سألته بعدها ب5 دقايق الرقم اللي انت كتبته كام، هينسى، ايوه لان هو ايوه خزنه في ذاكرة المدى القصير. اما ذاكرة المدى الطويل اللي هي الذاكرة اللي انت بتبقى عارف فيها اسمك، تاريخ ميلادك، اسم والدتك، اسم اولادك، عنوانك، عارف كل حاجة. تمام. فابتدى يلعب معاك في الحتة دي عن طريق التكنولوجيا الحديثة. الحاجات اللي هي بتاعت التيك توك الصغيرة، الحاجات الشورت الصغيرة اللي انت تشوفها بتعديش ثواني. تمام. لعب معاك على العقل او الوعي الجمعي عندك اللي انت خلاص أهلت مخك على كده، او مخك استسلم على كده، اللي انت ما عندكش استعداد تقرا اي حاجه هي تشوفها، عايز حاجه تكون مقتضبه قوي، مختصره قوي. وده في منتهى الخطوره. طبعا طبعا. طب لو في حد عايز معلومات معينه عن المواضيع اللي انت بتتكلم عنها، يسمع لمين ونثق في كلام مين اكتر؟ يعني انت اكيد تعرف برضو، يعني احنا اتكلمنا عن دكتور محمود صلاح، مين تاني نسمع له ونبقى واثقين في المعلومات اللي هو بيقولها؟ والله انا يعني مع احترام الدكتور محمود صلاح، هو شخص محترم جدا جدا. لو هنيجي من 40 سنه او 45 سنه، رحمه الله عليه الدكتور مصطفى محمود. طبعا الله يرحمه. طبعا طبعا. الراجل ده كان سابق عصره بسنين ضوئيه. الراجل ده انا شفت له حلقه من قريب لما كان بيتكلم على التكنولوجيا، وقال لك ان التكنولوجيا هتخلي مفيش سر، وهتخلي الفضايح هتبقى موجوده، وهتخلي يبقى عندك كاميرا وهتقضي على الستر على بتاع الناس خالص، وكاميرا صغيره قد كده اهو ممكن تصور كل حاجه. تمام. وتطلع كل حاجه، وهيبقى مش هيبقى فيه سر، وهتدمر الاسره وكانه كان بيتكلم النهارده. بالظبط. تمام. بالظبط. فده اعتبره مرجع ممتاز جدا، ممكن الناس تشاهد حلقاته كلها موجوده على اليوتيوب. تمام. موجوده لحد دلوقتي على وتفتح بقى تكتب تقرا عن الماسونيه، عن اهدافها، عن مخططاتها، ايه هو المليار الذهبي، ايه هو الجهاز التحكم في الطقس، الجهاز هارب، ايه هو غاز الكيمتريل اللي بيقدر يغير لك الجو وطبيعه الجو، او يعمل لك مطر صناعي، او يعمل لك حراره. الكلام ده كله مفيش، خصوصا الايام دي بالظبط الصبح حر وبالليل برد او العكس. بالظبط بالظبط حاجات بالظبط. ملخبطه. طيب ايه رايك في اللي بيطلعوا بيقولوا توقعات زي مثلا الاستاذه ليلى عبد اللطيف وكابي والناس اللي طلعوا دول؟ انا عايزه رايك في الكلام ده. رايي فيهم بمنتهى الصراحه كده. انا دلوقتي بقول لك الافكار بتاعتي، ما قداميش ورقه بقولها. تمام. ما قداميش اي ورقه وبقول لك منها، انا بقولها من دماغي. لكن لما هكون بتكلم معاكي وبقرا من ورقه واجي اتلعثم فيها وانا بقراها، هيبقى الكلام ده من افكاري؟ لا طبعا. لا اعتقد طبعا. كده الاجابه وصلت. فهمت تمام. يعني ما فيش حاجه اسمها تنبؤ وانا توقعت ومين هيجرى له ما فيش حاجه، لا ما فيش الكلام ده. انت بتقدر، انت ما انا زي قلت لحضرتك، انا اللي انا بعمله ايه، بعمل استقراء، استنباط، استنتاج للحاجه، تقدر تتوقع الخطوه اللي بعديها هيعملوا ايه. تمام. مثلا على سبيل المثال زي ما كنت بقول لحضرتك، حرب ايران والكيان. تمام. قلت ان هي لازم هتحصل ضربه، لازم خلال شهر رمضان. ليه خلال شهر رمضان؟ لان هم عندهم في الافكار الماسونيه والعياذ بالله ان هم داخلين في تحدي والعياذ بالله معاذ الله مع الاله. استغفر الله العظيم. تمام. لان هي الماسونيه غرضها ايه؟ هي غرضها الالحاد. هي مش، هي ضد كل الاديان مش الاسلام بس.
تمام. فاهمة. يعني هي ضد المسيحية وضد الإسلام، ومش هنقول اليهودية. عشان تمام. هم منهم. لان هو دلوقتي اليهوديه دلوقتي ما فيش حاجه اسمها توراة، دلوقتي عندهم حاجه اسمها تلمود. ولما تقرا في التلمود ده افكار وبتبيح اي حاجه، تبيح القتل وتبيح الاغتصاب وتبيح كل اي حاجه. تمام يعني. ايوه. بس فهو الموضوع ده اللي يخليك اللي انت ايه تشك وتبحث وتعرف وتقرا ويبقى عندك شغف في المعرفه. ايوه. شغل دماغك. مم. شغل دماغك. الناس دلوقتي للاسف ما يعني ايه تحب اللي هو يعني لو فكر هيتعب. فعلا فعلا، في بعض الناس اصلا مش عايزه تفكر في الكلام اللي بيتقال، بالظبط. ومجرد انها تهاجم للمهاجمه فقط. بالظبط. يعني انا بهاجمك. بالظبط. طب ما تحاول تقتنع بفكرتي، يا اما تقنعني يا اما خلاص. بالظبط. هم لما عملوا ساعتها الوقت اللي هو اتقفل فيه كل دور العبادة، واتقفل فيه، اتلغى ساعتها موسم الحج واتقفلت الكنايس كده كان بغرض ايه؟ مم. مم. بس الطاقة السلبية. لان اكتر الاماكن اللي بيكون فيها طاقة ايجابية هي اماكن دور العبادة، سواء مساجد او كنايس او اي مكان له علاقة بدور العبادة. تقصد ايام الكورونا؟ ايام الكورونا. تمام. أيوة. واعتقد ان هم هيلعبوا، انا بقول اهو برضو دلوقتي حصريا عند حضرتك اهو، هيلعبوا اللعبه دي الفتره الجايه. لازم يعملوا اي شيء بحيث ان هو يتم بس الطاقه السلبيه، لان احنا داخلين على شهر 6. عشان الحج، وشهر موسم 6 الحج. عندهم وشهر 6 عندهم رقم 6 هو الرقم بتاع رمز الشيطان. ايوه ايوه. اللي هو لوسيفر، بيسموه لوسيفر او المخلص او الدجال بمعنى اصح. ايوه. اللي هو الرمز اللي بيرمزوا له اللي هو ده. اللي اه. بقيتوا بتشوفه في كل اي حاجه ليها علاقه بالاعلانات. فاهم. او رمز العين الواحده. طيب نتكلم بقى في اخر الفقره عن الحاجه الجديده اللي المطرب الجميل وائل فاروق بيعملها. ايه بقى حصري عندنا؟ والله هو ان شاء الله باذن الله انا في اغنيه انا يعتبر مخلصها، وكنت المفروض انزلها اول السنه. بس طبعا بقى بسبب الاوضاع اللي موجوده دي يعني ما اجلتها. كانت في بدايه برضو حرب ايران، كانت حرب ال 17 يوم. استنيت شويه وبعد كده ايه قلت لا ده هو على رمضان هتحصل حاجه. فاضطريت برضو ان انا اجلها تاني، فممكن هتكون على الصيف باذن الله. ان شاء الله. اغنيه اسمها العيون جريئه، يعني حاجه خفيفه كده ان شاء الله تعجب الناس يعني. ان شاء الله. بس الاقي بقى الوقت المناسب. عشان تعرضها طبعا بدون ما يكون في بقى حروب او اي حاجه او كده. طيب في غنوه احنا هنعرضها بعد الفقره بتاعتنا، انا شايفه ان هي بتتكلم عن اللي احنا فيه دلوقتي. ممكن تغني لنا جزء كده؟ نغني. هي اسمها تحت سقف بيوتنا. نقول حته منها يعني. تحت سقف بيوتنا كترت الحواديت، اللي خبى واللي قاسى واللي متعلق في خيط. تحت سقف بيوتنا كترت الحواديت، اللي خبى واللي قاسى واللي متعلق في خيط. مشوار وانكتب لينا مشينا فيه يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بينا بيتعاد كل ده بالحرف. مشوار وانكتب لينا مشينا فيه يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بينا هيتعاد كل ده بالحرف. شكينا يا عمري من الأيام، تعبنا يا دنيا من التخبيط. جميلة جدا جدا، المطرب الجميل وائل فاروق. انا كنت مبسوطة جدا النهاردة ان احنا كنا موجودين مع بعض ببرنامج فايبس واتكلمنا في موضوعات كبيرة. بس انا عايزة اقول لك لازم يكون في حلقة كاملة. والله وانا كنت سعيد والله اكتر يا استاذ ريهام. وبرضو عشان يعني قبل ما ننهي الحلقة في ناس هتقول لي الحل ايه اللي احنا نواجه الناس دول. الحل يا جماعة كل واحد يتمسك بدينه. يتمسك بدينه. هو الدين هو الخلاص. تتمسك بصلاتك سواء انت مسلم او مسيحي، تتمسك بأذكارك بقرآنك بإنجيلك. هو ده طوق النجاة
وهو ده اللي هيحصنك من الطاقات السلبية اللي احنا بقينا بنشوفها دلوقتي. بقينا بنشوف حوادث الانتحار كل شوية، الكلام ده مع كله بتاع الأسف ده بيبقى عبارة عن طاقة سلبية طاقات وأعمال سلبية. معينة بيعملوها بتبث ليك الطاقة السلبية، بحيث ان هو يوسوس لك الشيطان، ما هو بيلعب في ودانك. اه. تمام. لكن انت لما بتكون عامل تحصيل لنفسك من الحاجات دي كلها، مم. هو ده طوق النجاة. طوق النجاة هو الله سبحانه وتعالى. اه. بس بجد انا كنت بشكرك حابب جدا. اضيف النقطة دي، ضروري طبعا طبعا. طبعا مهمة ان الواحد يكون عنده ايمان مسلم او مسيحي، ان مفيش اي حاجة يعني تخليه يعمل اي مثلا عمل او انتحار او يقدم على اي حاجة في النهاية يخسر حياته، يخسر دنيته، يخسر دينه. فلازم يكون ايماننا قوي وما نتاثرش باي حاجه. بجد انا بشكرك جدا ربنا المطرب يخليك يا الجميل رب. وائل فاروق تسلم يا انك رب. نورتنا النهارده الحمد لله. بجد. واعزائي المشاهدين خليكم معانا، راجع لكم بس بعد الفاصل. تحت سقف بيوتنا كترت الحواديت، اللي خبى واللي قاسى واللي متعلق في خيط. مشوار وانكتب لينا مشينا فيه يا دوب عالحرف، ولو رجع الزمن لينا هيتعاد كل ده بالحرف. مشوار وانكتب لينا مشينا فيه يا دوب عالحرف، ولو رجع الزمن لينا هيتعاد كل ده بالحرف. شكينا يا عمري من الايام، تعبنا يا دنيا من التخبيط.